أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإرثية، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. منتدى لتعزيز أنشطة التعليم في مديرية أقردات. دعوة للدفع بالزراعة المائية. تقوية قدرات المرأة العاملة في القطاع العام في مديرية الدقيح. إسلام آباد ترفض تصريحات بايدن وتستدعي السفير الأمريكي. الرئيس الصيني يشيد بسياسات الحزب الشيوعي في مستهل مؤتمره العشرين. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى في حارق سجن بإيران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. انعقد في مدينة أقردات يوم 8 أكتوبر منتدى للتعرف على المعوقات التعليمية وتحسين جودة التعليم. شارك في المنتدى ممثلو المؤسسات التعليمية وإدارات الضواحي ورجال الدين والأعيان والمعلمين. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل الأزار أن الهدف الأساسي من المنتدى التعرف على أسباب نقص كفاءة ومشاركة الطلاب وإيجاد الحلول لها ورفع مساهمة المواطنين لسد نواقص المدارس. وقال المشرف التربوي لمدارس أقردات الأستاذ عثمان عبدو إن الكثير من الأطفال في عمر الدراسة لا يجلسون على مقاعد الدراسة، كما أن عدد الطلاب المكملين للمرحلة الثانوية لا يتناسب مع عدد الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويتوقع من المنتدى تقديم أفكار للحل. وذكر مدير مديرية أقردات السيد إسحاق طعوم ومسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد إبراهيم أهمية المنتدى، منادين جميع قطاعات المجتمع للمساهمة لتطوير العملية التعليمية. هذا وتوجد في مديرية أقردات 37 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. دعت وزارة الزراعة المزارعين للدفع بأنشطة الزراعة المائية الخالية من التربة للعلف الحيواني. وأوضحت مسؤولة الابتكار الزراعي في وزارة الزراعة السيدة ألماس جبري يوهانس أن الهدف الأساسي من إدخال هذه الوسيلة الزراعية تخفيض النقص في العلف الحيواني، ويجري العمل حاليا بالتركيز الخاص على الذرة والبقوليات عامة والقمح خاصة. وذكرت المهندسة هيران يوسف أحد الناشطات في إدخال الزراعة المائية أن هذه الوسيلة بالإمكان القيام بها بسهولة نسبية ويمكن لأي مزارع القيام بها. وأشارت المهندسة بيتلهيم أنغوسوم أن الزراعة المائية لها دور هام لحماية صحة الحيوانات. وأوضحت المهندسة هيران أن عدد كبير من المزارعين بدأوا حاليا مبادرات الزراعة المائية بعد التدريب الذي تلقوه. تجدر الإشارة إلى أن الزراعة المائية المستخدمة منذ فترة طويلة على مستوى العالم تحقق محصولا وفيرا من بذور الذرة والبقوليات. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي سيمينارا للمرأة العاملة في القطاع العام وعضوات إدارات الضواحي في 21 ضاحية في مديرية الدقيح لتطوير قدراتهن. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفورقي أن الجهود تبذل لتقوية مساهمة المرأة العضوة المقتدرة وقائدات العمل في أنشطة الاتحاد. وأشارت إلى القيام بأنشطة التوعية في القانون والتصدي للتحديات والمساواة الجنسية والعمل لمكافحة زواج القاصرات وختان الإناث. وذكرت أن وصول عدد المرأة في إدارات الضواحي لنسبة 90% على مستوى مديرية الدقيح يعكس مستوى الوعي المجتمعي. من جانبه أوضح مدير مديرية الدقيح السيد هابتاي تسفازجي أن مشاركة المرأة بقدر المساواة في جميع المجالات أمر مشجع، مؤكدا عمل الإدارات بالتعاون والإدارة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة لتقوية المرأة. وطالبت المشاركات في السيمينار لإقامة الاتحاد الوطني للمرأة مركزا تدريبيا في المديرية لتطوير قدرات المرأة. قام عمال المؤسسات الحكومية في مديرية بارونت بالتبرع ب116 كيس من الدم طواعية في اليوم 14 من أكتوبر. وأوضح سكرتير جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاش بركة الأستاذ تسفاي تكيئ ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ الحياة.
وأكد المتبرعون بالدم على مواصلة التبرع مستقبلا. وتعمل جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاش بركة بجهود حثيثة لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل. على الصعيد العالمي، استدعت باكستان السفير الأمريكي لديها للحصول على تفسير لوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولة الجنوب آسيوية بأنها واحدة من أخطر دول العالم، ولتشكيكه في بروتوكولات السلامة الخاصة بالأسلحة النووية. وأدلى بايدن بتعليقه الذي بدا غير محضرا له أثناء حديثه عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال حفل خاص لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وبعد ساعات على نشر نص كلامه، استدعي السفير الأمريكي دونالد بلوم إلى وزارة الخارجية في إسلام أباد. وقال وزير الخارجية الباكستاني بلوال بوتو زرداري خلال مؤتمر صحفي في كراتشي إنه فوجئ بتصريحات الرئيس بايدن. وتوترت العلاقات بين واشنطن وباكستان منذ العام الماضي، حين أنهت الولايات المتحدة الحرب التي استمرت عقدين في أفغانستان. افتتح الرئيس شي جين بينغ أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين بخطاب قوي قال فيه إن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان. ومن المقرر أن يمنح المؤتمر شي جين بينغ ولاية ثالثة ل5 سنوات أخرى على رأس السلطة. وفي قاعة الشعب الكبرى في بكين صعد شي إلى المنصة وسط تصفيق مدون من 2300 مندوب تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر الذي يعقد مرة كل 5 سنوات. وأشاد الرئيس الصيني بسياسات الحزب الشيوعي من تلك القائمة على 0 إصابات كوفيد وصولا إلى حملته الأمنية ضد الفساد. وفي خطابه الافتتاحي الذي دام قرابة 100 دقيقة، أشار الرئيس إلى أن المؤتمر ينعقد في لحظة مفصلية بالنسبة للبلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده تعارض عقلية الحرب الباردة في الدبلوماسية الدولية. اندلعت اضطرابات وحريق في سجن إيوين في شمال طهران، والذي يضم سجناء سياسيين وأجانب. وأودى الحريق بحياة 4 سجناء وإصابة 61 آخرين، حسب ما أعلنت السلطات القضائية على موقعها على الإنترنت، قائلة أن 4 سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب 61، مضيفا أن 4 من المصابين في حالة خطرة. ويضم سجن إيوين سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فريبة والمواطن الأمريكي سيماك نامازي، الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى إيوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج مؤقتة. وغرب طهران ألقى محتجون مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من دوار رئيسيين في مدينة همدان، وفق صور تحققت منها وكالة الأنباء الفرنسية. عثر على شخص قضى، بينما ما زال 2 في عدد المفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في جزيرة كريتا اليونانية، وفق ما أفاد عناصر جهاز الطوارئ. وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تلقت 453 اتصالا خلال ساعة فقط، مؤكدة أن امرأة أصيبت بجروح طفيفة عندما علقت بدورها داخل سيارة. وما زالت 9 مركبات حاصرتها المياه بانتظار عمليات الإنقاذ. وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية، حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها. ويفيد علماء بأن التغيير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم أحوال الطقس الصعبة مثل موجات الحر والجفاف التي شهدتها بلدان عدة، ويحذرون من أن هذه الظروف ستصبح أكثر تكرارا وشدة. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. منتدى لتعزيز أنشطة التعليم في مديرية أقردات.
دعوة للدفع بالزراعة المائية. تقوية قدرات المرأة العاملة في القطاع العام في مديرية عالدقيح. وفي الأنباء العالمية، إسلام آباد ترفض تصريحات بايدن وتستدعي السفير الأمريكي. الرئيس الصيني يشيد بسياسات الحزب الشيوعي في مستهل مؤتمره 20. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى في حريق سجن بإيران. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.